السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة ذا كينج. النهاردة هنتكلم عن فيديو جامد جدا، هو 10 أسرار في الكمبيوتر حرفيا 90% من الناس ما يعرفوش عنها أي حاجة، وحاجات هتسهل عليك حياتك جدا وتخلي استخدامك للويندوز أسرع بكتير. يلا نبدأ ونخش في السر رقم واحد. رقم واحد طبعا هو إزاي نصور الشاشة تصوير احترافي. لو احنا عايزين مثلا دي خلفية شاشة عايزين ناخدها صورة كوبي، هنستعمل زرار ويندوز شيفت حرف الاس، هيفتح لنا أداة اللي هو قص الشاشة. اختار الجزء اللي انت عايزه من الشاشة، تمام كده حوله لك لصورة. ممكن تعمل له لصق في أي مكان بقى، يعني مثلا ممكن تفتح برنامج وورد وتعمل له لصق هنا مثلا. ممكن تفتح أي حاجة، يعني ممكن تحطه في أي مكان. ممكن لو انت فاتح محادثة واتس على الجهاز هنا تعمل له بوست، يعني لصق في محادثة واتس اللي هو كنترول في. تمام، اللي ما بيعرفش يعمل لصق ممكن تعمل لصق عادي يدوي اللي هو لصق كده. تمام، لصق عادي مفيش أي مشكلة في اللصق. حلو، انت اوريدي مجرد ما عملت ويندوز شيفت اس خلاص هو اخدها كوبي. تمام، نعملها تاني ويندوز شيفت اس. تمام، وبعدين نحدد المنطقه اللي احنا عايزينها ايا كانت المنطقه قد ايه. خدها بنفس الجوده بتاعتها. هنفتح اي ملف احنا عايزينه ونعمل لها بسط لصق هنا بس. المهم خلاص، ده اول سر. السر التاني ازاي نرجع التبويب على جوجل اتقفل بالغلط. يعني كتير مننا بيكون مثلا فاتح جوجل، مثلا نفتح اكتر من تبويب عشان نشوف مثلا جيميناي، ممكن السوق، ممكن تبويب تاني يبقى اليوتيوب مثلا. ولنفترض ان واحنا بنعمل هنا في اليوتيوب مسحنا مثلا تبويب السوق ده. حلو، هنسترجعه ازاي؟ كنترول شيفت تي. وللعلم احنا ينفع نسترجع التبويب اللي اتقفل ده بعد 5 دقايق من القفل. يعني لو قفلناه كده واستنينا حتى 5 دقايق، يعني انتظرنا 5 دقايق، مفيش مشكله نقدر نرجعه عادي برضو. كنترول شيفت تي نرجع التبويب عادي خالص ونفس اللي كنا بادئين. حلو، ده السر رقم 2. السر رقم 3 ازاي نعرف ايه اللي بيبطئ الجهاز بتاعنا. طبعا الاختصارات بتاعته كنترول شيفت اكزايت، يفتح لنا كل البرامج اللي شغاله في الخلفيه اللي مبطئه الجهاز. حلو، احنا ممكن حاجه زي جوجل اللي احنا لسه فاتحينه دلوقتي ممكن مش محتاجينه ونقفله. ممكن زي اي دي مانجر ممكن نعمله اند تاسك. طبعا بيجيب لك استهلاك للسي بي يو بتاعك هنا، مستهلك قد ايه من السي بي يو بتاعك. تمام، اي برنامج انت مش عايزه وشغال في الخلفيه ممكن توقفه. اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت برضو عن جزء اللي هو الستارت اب اب. دي البرامج اللي بتفتح مع بدايه الجهاز، ممكن نعمل لها ديسيبل من هنا. طبعا اعمل لها معظمها ديسيبل لان اصلا كنت متكلم عنها في الفيديو اللي فات. تمام، فده كده السر رقم 3. واتكلمنا برضو من ضمن الحاجات اللي اتكلمنا عنها الاسبوع اللي فات ان احنا ازاي ننظف الجهاز بتاعنا. طبعا بنستعمل في الموضوع ده ويندوز ار، وبعدين نكتب في السيرش تي اي ام بي انتر، وكل اللي بيظهر لنا هنا بناخده كنترول ايه ونعمله ليت. طبعا اي حاجه مش راضيه تتمسح دونت، يعني ما تمسحهاش. do this for the current item وهتعملها سكيب عادي. تمام، نفس الكلمه نفس الكلام ويندوز ار تاني. تم دي بنعمل علامه مئويه قبلها وعلامه مئويه بعدها، بيتعمل من شيفت 5. طبعا هو جابها لنا هنا برضو، ممكن نعمل علامه مئويه بعدها شيفت 5 نضغط اوكي. وكل اللي هيظهر لنا هنا ناخده كنترول ايه عشان نحدده كله ونعمله ليت. طبعا هنعمل ده كله على، يعني هنعمل كونتينيو عادي، هيمسح اللي مش راضي يتمسح هنعمل له سكيب. نختار دي ونعمل سكيب، مش عايزين نمسحه. تمام، ويندوز ار تاني هنختار بيرفتش بي ار اي اف اي تي سي اتش. تمام، طبعا كنترول ايه للكل ونعمل ديليت. اللي مش هيتمسح نعمل له سكيب. ده بالنسبه لتنظيف الجهاز. حلو، وده السر رقم 4. السر رقم 5 هو ازاي نبحث بحث سريع. يعني ازاي نبحث بحث سريع على الجهاز. ويندوز اي
هيفتح لنا ديت. اكتب اللي انت عايزه هنا هيبحث لك عنه، اكتب اي حرف هيظهر البحث بطريقه سريعه جدا. تمام، مش هياخد وقت زي البحث العادي، ده اسرع بحث. لو ويندوز اي بيدخلك على صفحه اصلا البحث اللي هو الهوم، مش بيدخلك على ماي كمبيوتر او اي ملف زي ما احنا بنعمل، بيدخلك على البحث بتاع الكمبيوتر شامل. اختار اي كلمه انت عايز تبحث عنها واكتبها هنا. تمام، يعمل لك بحث سريع عنها. السر رقم 7 هو ازاي نقفل الجهاز بسرعه. عشان نقفل الجهاز بسرعه بنختار ويندوز حرف ال، ويندوز ال. طبعا هو هنا قفل لنا الجهاز. عشان نفتحه بنكتب الباسورد بتاعنا عادي وبنفتح الجهاز. تمام. سر رقم 8 هو ازاي نستخرج نص من الصوره. طبعا دي مش موجوده في اي ويندوز، هي موجوده بس في ويندوز 11. تمام، ودي بنقف على الصوره وناخدها كوبي عادي. بنختار موجود هنا من ضمن الاختيارات كوبي تكست فروم ايمج، يعني مش موجوده في كل الويندوز، ممكن ما تكونش موجوده عندك. الناس اللي عندها ويندوز 11 بس هي اللي هتقدر تستفاد من الميزه دي. تمام، نضغط على الصوره ضغط اليمين ونختار كوبي تكست فروم ايمج. ده السر رقم 8 وده بتاع يعني مختص اكتر بويندوز 11. السر رقم 9 هو النسخ المتعدد. لو احنا مثلا فاتحين برنامج وورد زي ده، انا متعمد اكتب بعض الكلام هنا عشان اعمل اوريكم عليه بيتعمل الموضوع ازاي. ممكن نمسح الصوره، ان احنا نعمل نسخ متعدد او لصق متعدد. يعني ده ممكن ناخده كوبي نسخ، الكلام ده برضو نفس الكلام نسخ، الكلام ده نفس الكلام ناخده نسخ. احنا خدنا 3 جمل نسخ دلوقتي. طب احنا لما نيجي نعمل لصق هيعمل لصق لاخر جمله. لو احنا عايزين نعمل لصق للجمله اللي في النص دي مثلا اللي احنا واخدينها قبل الاخيره، فهنختار ويندوز حرف الفي، بيختار لك كل الكلام، يجيب لك كل الكلام اللي انت عملته له نسخ. انت اعمل لصق لاي حاجه فيهم. ممكن تمسح دي تاني تعملهم كلير كلهم كده، الموضوع انها بقت خاليه. تاخد مثلا ده كوبي تاني، كوبي كنترول سي، تاخد ده كوبي تاني، تاخد ده كوبي تاني. لما تيجي تعمل ويندوز حرف الار، اسف ويندوز ار، ويندوز في اسف، بيجيب لك الاختيارات تختار اي جمله عايز تعملها لصق. فانت ممكن تعمل نسخ لاكتر من كوبليه عادي، وبحيث انها يسهل عليك تنسيق الملف للناس اللي هي مثلا بتعمل ابحاث وكده، فممكن يحتاج ان هو ينسخ جمله اكتر من مره. تمام، ده بالنسبه للسر رقم 9. السر رقم 10 هو تقسيم الشاشه. ازاي نقسم الشاشه بتاعتنا. تمام، وده بنستعمل فيه زرار ويندوز وبنختار يمين او شمال، يعني الاسهم يمين او شمال او فوق او تحت. يعني مثلا ممكن تقسم الشاشه يمين كده، ممكن تقسمها شمال، ممكن تخليها فوق زي كده، ممكن تخليها تحت. تمام، لو احنا عايزين نكبر الشاشه نختار ويندوز حرف الزائد كده، بنكبر الشاشه. والتنقل هيبقى عادي بالماوس، نروح الماوس يمين شمال. عايزين نصغرها ويندوز سالب، بنصغرها عادي نرجعها زي ما كانت. وبكده ابطال خلصنا افضل 10 اسرار ممكن تغير استخدامك للكمبيوتر. لو عجبكم الحلقه اعملوا لايك واشتراك، واكتبوا لي في التعليقات تحبوا الفيديو الجاي يكون عن ايه. شكرا.